السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جزيلا دايما متواصل معانا إن شاء الله. وزي ما بقول لحضراتكم إنه كلمة رمز يعني احنا مش مشكلتنا في السنين الأخيرة إيه؟ فكرة إنه الرموز والقدوة كنا بندوس عليها. كل واحد بقى شاف التبجح والتجرؤ في الكلام وفي الحديث وفي الفكر وفي كل شيء، لدرجة ان احنا كنتش لينا هم في السنين اللي فاتت دي غيرك انك ازاي تدوس على الرمز بتاعك والقدوة بتاعتك. ودي مشكلة كبيرة جدا، لانه اي شاب طالع واي بني ادم بيبدأ حياته محتاج يشوف قدوة ومحتاج يشوف رمز ومحتاج يحتذي بحد، وبعد كده بيكمل طريقه هو من وجهة نظره. بس لازم يشوف فلان ده رمز وقيمة كبيرة قدامه ويقلده ويحاول يعمل صفات حميدة او كويسة زيه. معايا حسونة. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. ازيك يا عمنا؟ انا بس ليه عند حضرتك نقطتين بس، الله يخليك. سريعا يا استاذ حسونة بعد اذنك، اتفضل. الله يخليك، احنا مش عايزين السيره، هو مفيش غير مرتضى قدام حضرتك. لا هي احداث، هي بالنسبه لنا دي احداث. مش ممكن يا استاذ محمد اللي انت بتعمله ده، مش ممكن. احنا جالنا كأب من الموضوع ده. ما هي دي احداث. الاهلي قبل كده اقول لحضرتك الاهلي ما مشى ربيع ياسين ومشى مش عارف مين ومنع حسام وابراهيم ومنع وعمل، ما حدش طلع يتكلم. وفي ايه يا جماعه؟ والزمالك ده تهزموه ليه؟ يعني ايه السبب؟ يعني انت موافق على من؟ طب انت موافق يا استاذ حسون؟ مش موافق. لا سيبك بس من ضدي او معاك. بص انت كزملكاوي يا استاذ محمد، اللعيبه الزمالك بيطلعوا يقطعوا فرقتهم. انا بسالك بس سؤال. ولا بيكرهوا فرقتهم. انا بس انت موافق؟ طب انت موافق على منع حازم امام من دخول نادي الزمالك؟ يا سيدي انا مش حكايه موافق يا سيدي، هم يتكلموا، هم يعملوا، مش حاجه منع. بس انا ما اطلعش انا اقف مع فرقتي في النكسه، اقف مع فرقتي في هزيمه، اقف مع فرقتي كده. انت لو قاعد على الشاشه، انت لو قاعد على شاشه التلفزيون، حضرتك يا استاذ حسونه اللي بتحلل المباراه وحصل يا عم اسمعني بقى يا حسونه بقى، اسمعني حسونه اسمعني. ممكن تسمعني؟ ايوه مع حضرتك. اتفضل. لو انت دلوقتي كنت قاعد قدام شاشة التلفزيون وانت راجل بتحب الزمالك وقاعد بتحلل للجمهور او بتقول رأيك بصدق وبصراحة، وحصلت الازمة بتاعت اناسيو والمؤتمر والكلام وقال له الحاجة الساعة ايه وكل الحواديت دي، هل هتعمل نفسك مش شايفها ومش هتعلق ومش هتتكلم؟ لا هعلق طبعا. ما انا بسألك بس، خليني اكمل سؤالي يا حسن. هل انت مش هتعلق وتسيب الموضوع عادي وتقول يا جماعة ملناش دعوة، ولا لا هتقول ولا هتقول ان ده موقف غريب جدا وعجيب وهيهد الفرقه؟ ماشي. انت هتقول ايه؟ انت استنكرنا النقطه دي. ما انا بسالك انت هتقول ايه؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك استنكر، هو مدرب غبي اساسا. لا انت مدرب عنده ماتش مهم يجي لي يعمل لي مؤتمر. انت هتقول ان ده موقف يهد الفرقه، مش انت هتقول كده يا عم؟ يا استاذ محمد هتقول ولا لعيبه كبار في الزمالك يا عم؟ والله العظيم يا عم، بص لو فرقه حتى ايه عايزين يهدموها بايه؟ يقول لك احنا مشونا من النادي قبل كده بيهدموه. تعالى النهارده زي مين؟ كتير مش عايز اذكرك اسامي. لا اذكر بقى. لا انت بتتكلم، لا ما تدينيش في المطلق. لا يطلع يتكلم كلام انت راجل جريء، انت راجل جريء بتقول رايك بصدق. قول لي مين يعني من وجهة نظرك مين اللي عايز يهد نادي الزمالك؟ حازم ده خدم الزمالك فيها. حازم ده في الاتحاد الكوره وقف معاه في ايه؟ ازمات كتيره وقف معاه. يعني يخدمه ازاي؟ يعني يكون لا يعني يخدمه ازاي؟ يعني هل ممكن يكون في حاجه غلط حازم يقول عليها صح؟ تيجي تعالى تختار مدرب يقول لك لا اصل انا عندي اتحاد الكوره، وراح يعمل لي اعلان في دافون، يعمل لي اعلان ايه يا عم محمد؟ الله يخليك. ايه ماشي يا حسونه، بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا حسونه شكرا جزيلا. دايما متواصل معانا طبعا. لكن في النهايه يعني حازم امام لما يا جماعه لما يكون عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره ويطلب يختار مدرب او يبقى عضو لجنه فنيه في نادي الزمالك، ما يصحش طبعا. لانه في النهايه في اتحاد الكوره يعني قاعد بيحكم في قرارات للاهلي وقرارات للزمالك وقرارات للاسماعيلي وقرارات للمصري. احنا عندنا مشكله، بعض مننا يحللوا الغلط لو ماشي في مصلحته الشخصيه. احنا كده يعني لو حاجة تانية غير نادي الزمالك وحازم وحد في اتحاده، يعني لو مجدي عبد الغني كان حازم كان حسونه طلع انتقده، لكن لانه شايف ان الزمالك له مصلحة دلوقتي مع حازم، لو حازم راح اللجنة الفنية فما عندوش مشكلة ان حازم يبقى عضو مجلس ادارة في اتحاد الكورة وفي نفس الوقت يشتغل في نادي الزمالك. لكن ده طبعا ضد المنطق وضد الصح. معايا محمد. يا ابو حميد. الو يا كابتن محمد. صباح الفل. صباح الفل. اتفضل. عامل ايه يا باشا؟ كله تمام يا ابو حميد، بس بسرعه عشان عندي نشره اخبار والنبي.
تمام. بص، هو حضرتك والله انا طبعا انا مقدر ظروف الجمهور الزمالك اللي زعلان على المواقف اللي هم واقعين فيها ديت، وبرده ده بسبب الاداره الفنيه. بس انا احب اوضح لحضرتك نقطه. كان كابتن حازم امام اتكلم في البرنامج بتاعه برده على الراديو، قال لك يعني اعتبرها جميله من او معلومه مثلا من اخ صغير. انت راجل فعلا مدير اداري تقدر تدير كويس في الاداره، عملت انشاءات في النادي رغم ان ده نادي مش نادي اجتماعي انك تعمل فيه مباني او حمامات سباحه ومش عارف ايه، ده نادي بجمهوره زي النادي الاهلي كده، مش مهتم بالحاجات الداخليه دي. تمام. حضرتك ممكن تخليك في الاداره بس وتسيب بقى حته الفنيات ديت ليهم هم. هو مش قادر يقتنع بكده، هو من كتر حبه للزمالك، واحنا عارفين ان هو بيحب نادي الزمالك جدا، ينطبق عليه المثل بتاع جيكا حالها عماها. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد. وبعدين انا فيصل، انا اهلاوي صميم جدا. تمام. انا بوجه رساله للكابتن حسام البدري، بقول له لو البطوله دي العربيه احنا ما خدناش القامه عندنا في مصر، انا بوجه لك انت يعني بتهمه هو بصراحه. يعني خلي الاتهام بعد الحدث، يعني هنتهم قبل الحدث ما يحصل. يعني انت هنقعد نقول لو، طب ما تستنى اما لو لا قدر الاهلي خسر نبقى نقول انا وانت نطلع نقول. بشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اطلع بسرعه نسمع نشره الاخبار ونرجع نتواصل مع حضراتكم. نغم. في البطوله العربيه النصر السعودي بيتعادل مع عايز اقول لكم النتائج بتاعت ماتشات امبارح. النصر السعودي تعادل ايه بس امبارح. الزمالك بيكسب طبعا النصر السعودي 2-1. وعايز اقول لكم ترتيب المجموعات كده بسرعه. والماتش الثاني العهد اللبناني بيتعادل مع الفتح الرباطي المغربي 1-1. محمد حيدر ركله جزاء دي 54. قبلها كان الفتح احرز هدفه سعد الخرصه في الدقيقه 45. كده الفتح الرباطي بيصعد رسميا للدور قبل النهائي. الزمالك بيكسب 2-1 النصر السعودي، حازم امام في اول دقيقه، والونش في الدقيقه 37. كان تعادل بريرا للنصر السعودي في الدقيقه 11 في ركله جزاء صدها الشناوي. ترتيب المجموعات حتى الان الفيصلي الاردني طبعا صعد رسميا للدور قبل النهائي 9 نقاط، كسب الثلاث ماتشات، وانا بعتبره مفاجاه البطوله دي على فكره. الفيصلي الاردني كسب الاهلي وكسب نصر حسين داي الجزائري وكسب الوحده الاماراتي. في المركز الثاني النادي الاهلي 6 نقاط، وهو افضل التواني لان الثاني بتاع المجموعه الثانيه على العهد 5 نقاط والهلال نقطتين، فبالتالي اصبح الاهلي هو افضل التواني عشان يصعد مع الفيصلي للدور قبل النهائي. ومعاهم الفتح الرباطي برصيد 5 نقاط عن المجموعه الاولى، لكن بفارق الاهداف بيصعد عن العهد اللبناني. في المركز الثالث جه في المجموعه الثانيه نادي الزمالك برصيد 4 نقاط بتعادل وفوز وهزيمه. الهزيمه كانت من العهد اللبناني. والنصر السعودي في المركز الاخير برصيد نقطه واحده وبتعادل 1 وخسارتين. المجموعه الثالثه الترجي التونسي النهارده هيلعب مباراه تحصيل حاصل لانه 6 نقاط، وبيجي بعديه الهلال السعودي نقطتين فقط. فحتى في حاله خساره الترجي النهارده من الهلال مش هيفرق، لان الترجي 6 والهلال نقطتين، لو الهلال كسب يبقى 5. النفط العراقي في المركز الثالث برصيد نقطه، عنده مباراه النهارده مع المريخ السوداني ايضا رصيده نقطه في المركز الاخير. قلت لحضراتكم السيمي فاينل هيتلعب يوم الاربعاء والخميس ماتشين، والقرعه بكره، والفاينل هيكون يوم 6 أغسطس. معايا اسماعيل. صباح الخير. صباح الفل. محمد بيه صباح الجمال. اهلا بيك. صباح الفل. نقطتين سريعه عشان الوقت. اتفضل يا فندم. اولا حضرتك قلت لنا بعد العيد تشوفوني على التلفزيون. تمام. فين؟ قريبا ان شاء الله هنعلن كل حاجه باذن الله. طيب يا تيجي بسرعه يا تخلي الساعه ساعتين عشان احنا عايزين نسمع. ربنا يخليك، ده من ذوقك. ربنا يخليك. ربنا يعزك. النقطه الثانيه السريعه، احنا ممكن الجمعيه العموميه بتاعت الزمالك ممكن نعرض عليها عرض جميل، وحضرتك تغير الاستفتاء. ادام احنا في اول الاسبوع كده غيرنا الاستفتاء ان احنا نعرض عليهم ياخدوا مرتضى منصور والنادي والحيطان وكل حاجه ويدونا حازم امام. احنا كاهلاويه عايزين حازم امام معانا في الاهلي، هنعمله رمز من رموز الاهلي. متشكرين للجمعيه العموميه، وياخدوا القاعه بتاعتهم وياخدوا المبنى وياخدوا الكلام الجميل ده كله، ياخدوا مرتضى بعيلته. ايه راي سعادتك؟ الاستفتاء ده جميل جدا على المواقع وعلى كل حاجه، واحنا ممكن نعمل هاشتاج دلوقتي على الفيسبوك حازم امام اهلاوي. وشكرا. شكرا جزيلا يا اسماعيل. طبعا في النهايه لعيب الكوره اللي بيبقى رمز او اللي بيبقى حازم امام او زي ابو تريكه او زي بركات زي ميدو، انا بتكلم طبعا على الجيل الاخير ده، بيبقى محبوب من الجمهور كله سواء اهلي او زمالك، لان الجمهور في النهايه بيستمتع بكره القدم.
والفكره ان الجمهور محب لكره القدم ومهارات كره القدم، وكل ما اللاعب بيبقى مهاري جدا ويبقى منتج وايجابي وله قيمه كبيره جدا بيبقى له شعبيه ضخمه جدا، سواء للاهلي او للزمالك او الاسماعيلي. يعني هتلاقوا في الاسماعيلي جمهور مصر كله مثلا يحب حسني عبد ربه، محدش يقدر يتكلم او ينكر ان حسني عبد ربه ده علامه من علامات الكره المصريه. وكان جمهور الاهلي يتمنى انه يبقى في الاهلي، جمهور الزمالك كان يتمنى يبقى في الزمالك، جمهور الاسماعيلي كان يتمنى، وهو موجود طبعا في الاسماعيلي، جمهور المصري كان يتمنى يبقى في المصري، جمهور الاتحاد، في نجوم كده علامات الجمهور لا يختلف عليها، منهم طبعا